يا صباح النشاط والجمال يا بنات، انا اسماء، والنهارده قررت اشمر كده وادخل في معركة الروتين وتنظيف وترتيب، بس على طريقتي انا بقى، طريقتي الحلوة. يلا بينا نبدأ بقى، ايه ترتيب وتنظيف، ونغسل المواعين، ونحكي واحنا بنغسل المواعين، ونخرج الطاقة السلبية. واللي وراه حاجة يلا يقوم يشغل الفيديو ده، هتلاقيكم بتتشجعوا. يلا بينا. اول حاجة بعملها بقى اني بشيل الزبالة اللي في المكان، وبحاول اهدي الدنيا كده حواليا. انضف الرخامة، امسحها، المعها، واللي هو التنظيف العادي الهادي ده. خلاص. بخلي ليلة الجمعة تنظيف عميق بقى. انا عايزة انضف المطبخ تنظيف عميق، هو يوم واحد في الاسبوع وبخليه ليلة الجمعة، ومش بخلي حاجة في المطبخ الا لما بعملها. وبقية الاسبوع اللي هو تصبين المواعين والتنظيف العادي زي ما انتوا شايفين كده. وبحس ان انا لما بخلص المطبخ البيت كله نضف، وانا بكون اهدى، واليوم كله بيبقى جميل. فيلا بقى نتشجع مع بعض كده، وشغلوا الفيديو واللي وراه حاجة يقوم يعملها، واحنا واقفين نغسل المواعين كده نحكي مع بعض ونتشجع. وصدقوني يا بنات، والله والله اكتر حاجة بتخرج الطاقة السلبية انك تقومي تشوفي اللي وراكي. بدل قعدة الاكتئاب ويجيلك اكتئاب والاكتئاب يزيد، لا، قومي يا حبيبي شمري وادخلي على المطبخ واديله ادي بقى. غسيل مواعين هو ده اللي بيغسلنا من جوه. المطبخ يبقى نضيف فاحنا تمام. كوباية الشاي بالنعناع بعد المطبخ ما يخلص، الله الله الله. بصراحة يعني انا بالنسبة لي ايه الجمال ده. ممكن حسيت بزهق قوي يعني اشغل مسلسل تركي اتفرج عليه، وده مش دايما يعني، انا ماليش في التلفزيون قوي، ماليش في المسلسلات والحاجات دي قوي. بس ممكن حاجات رومانسية هتلاقوني دايسة فيها حلوة قوي، الله جميل. اغنية رومانسية برضو كل فين وفين، بس في العموم بطلع طاقتي في البيت. انا ست بيت مش بشتغل. آه يعني معظم الوقت فاضية، مش ورايا حاجة غير ان انا بنظم بيتي، بطبخ اكلة حلوة، بخلي البيت نضيف وريحته حلوة. هو ده بالنسبة لي الراحة النفسية. يوم ببقى متضايقة ومخنوقة، على المطبخ عادل حتى لو ما فيهوش حاجة، لا هو يعني هجيبه من فوق لتحت وهخرج الطاقة، يعني هخرج الطاقة السلبية اللي جوايا دي. شغل قرآن كده على التلفزيون، على التليفون، هيعمل لي الجو حلو قوي قوي. بعد ما تخلصي ترش المعطر، الله الله على الاحساس ده، ما بشبعش منه بصراحة. وحلو، وربنا يديمها علينا نعمة، نعمة البيوت والستر والاربع حيطان ونظافة البيت، دي نعمة والله، الحمد لله. تحبوا واحنا بقى بنغسل المواعين كده نحكي في ايه؟ نحكي في قصص حقيقية بتحصل حوالينا، ولا مشاكل برضو بتحصل حوالينا حقيقي؟ نحكي في ايه؟ احنا لازم هنتسلى بقى واحنا واقفين كده. ممكن نتكلم في حاجات حصلت في حياتنا حقيقي، ممكن اقول لكم حاجات انا سمعتها فعلا واتحكت لي، وانتوا تقولوا رأيكم وانا هقول رأيي برضو، ونسمع الآراء المختلفة، ننصح بعض. انا لو محتاجة نصيحة انصحوني قولولي وانا هسمع منكم. لو في حاجة انتوا عايزيننا نتكلم فيها قولولي برضو واحنا نتكلم، او اي دردشة يعني تخلص معانا اليوم كده بطريقة حلوة. والله انا كان في مشكلة قريب لواحدة صاحبتي قالت لي عليها، والمشكلة دي ضايقتني انا شخصيا، ومعرفتش اديها رأيي لان انا رأيي يعني ممكن يخرب بيتها للأسف يعني. فانا حبيت يعني ايه اهدي الجو كده بينها وبين جوزها، وقلت لها اللي يمليه عليا ضميري، بس انا من جوايا مش مرتاحة. والله كان ليا واحدة صاحبة وقريبة جدا لقلبي، وكل ما اشوفها الاقيها متغيرة، كل ما اشوفها الاقيها للاوحش للاوحش. طريقة كلامها بقت قليلة قوي قوي، متتكلمش اصلا. لو اتلمينا مع بعض في مكان نبقى بنسحب منها الكلام بالعافية. فقلت طيب يمكن هي مش حابة تتكلم جنب الناس، اتصلت عليها وقلت اعرف منها المشكلة لوحدها، يعني تبقى بيني وبينها لوحدنا يعني. ايه يا بنتي مالك، في ايه اتغيرتي، في ايه مالك؟ قالت لي والله يا اسماء انا في مشكله كبيره ومش عارفه احلها ازاي. طب ايه في ايه؟ قالت لي مفيش، انا هي بتحب جوزها قوي،
ده مبدئيا يعني. عندها 3 اطفال ومتجوزة بقالها 10 سنين، وبتحب جوزها جدا جدا يعني، ومتجوزين عن حب وقصة حب كبيرة، وبيعملها حلو جدا، ما شافتش منه اي حاجة وحشة خالص طول ال10 سنين. وفجأة بتقول لي انا قاعدة بخلص البيت بعد العشاء، كله نايم، جوزي والولاد نايمين، وبخلص البيت، وتليفون جوزي بيرن بشكل اللي هو ما بيقفش، يرن وهو طبعا نايم مش سامع حاجة وسايب التليفون بره. ابص على الرقم، رقم مش متسجل، رقم غريب، والتليفون مش راضي يوقف رن. فانا ماسكه التليفون لقيته خارج من اوضته. وانتي ماسكه تليفوني ليه؟ لا ده تليفونك بيرن ومش عارفه مش راضي يوقف رن يعني. فمسك التليفون، لونه اتغير، ابتدى يتوتر. ده شغل. قال لي لا لا ده شغل، وخد التليفون ودخل الاوضه. فانا يعني انا قلبي قاعد يدق اصلا. في حاجه مش طبيعيه، هو في حاجه مش طبيعيه، ردود فعله حتى مقلقه يعني. فضلت يعني مش مطمنه. وبتقولي من اليوم ده كل يوم تقريبا يجيله نفس التليفون، وياخد التليفون يطلع البلكونة، او حتى لو احنا نايمين ياخد التليفون ويطلع بره ويتكلم بالساعة وبالاتنين. ولما اقول له انت بتعمل ايه يقول لي ده واحد صاحبي وبنتكلم في شغل هقولك عليه بعدين. ونفس الرقم اللي مش متسجل اصلا وما اعرفش صاحبه ده مين. انا بقيت بقى متوتره، وبقيت ردود فعلي غريبه معاه، وبقيت ساكته على طول. فهو كل شويه يقول لي مالك، اقول له مفيش، بس انا من جوايا عايزه اصرخ واقول له انت بتعمل ايه من ورايا، انا مش مرتاحه. وتعدي الايام وهو على نفس الحال، ياخد التليفون ويطلع بره ويجيله رسايل، وطبعا تليفونه بباسورد ومش عارفه افتحه، مش عارفه امسك عليه اي حاجه. وانا من طبعي ما بفتحش تليفونه، ومن طبعي واثقه فيه جدا، 10 سنين عشره طيبه من كله. وفجاه التليفون رن بالليل، انا خدت التليفون ورفعت. الو مين؟ لقيت صوت واحده ست بتقولي معلش شكلي طلبت الرقم خطأ. بالغلط ايه؟ ده نفس الرقم بتاع كل يوم، وواحده ست اللي بتكلمني يعني مش واحد صاحبه. طب انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اواجهه ولا اعمل ايه؟ واكيد هي قالت له، اكيد قالت له انا، او ممكن تكون ما قالتلوش لان هو ما بينليش اي حاجه. بس انا مش قادره اتعامل معاه من يومها بطبيعتي. انا بتكلم معاه وانا مش طايقه ابصله، مش قادره اضحك في وشه، مش قادره اعامله المعامله اللي بعملها له. خلاص ثقتي فيه اتهزت. انت مين؟ 10 سنين عايشه معاك انا معرفكش، معقول؟ طب يا ترى دي يعني خيانة جديدة وكنت بتخوني قبل كده، ولا ده شيطان داخل دلوقتي جديد، ولا دي مين؟ أنا مش قادرة اتعامل معاه. طبعا انا عمالة اسمعها، واللي هو معقول يعني ده عمرها ما اشتكت منه، عمرها ما اشتكت منه يعني فعلا يعني كنت بقول الله، يعني في حب بيكمل. معقول؟ ايه اللي حصل؟ بقيت اسمع منها وانا ساكتة خالص ما بتكلمش. المهم فقلت لها يعني انا رأيي انت متأكدة ان هي خيانة يعني؟ قالت لي ما هو لما يقول لي ان الرقم اللي بيكلمه بالساعة والاتنين كل يوم ده واحد صاحبه ويطلع واحدة ست، فده خيانة. فقلت لها طب تمام، يبقى تواجهيه بهدوء خالص وتقولي له ان انتي رفعتي السماعة وسمعتي، او يعني فتحتي تليفونه وسمعتي ان هي واحدة ست ومش راجل، وانت كنت بتقولي صاحبك وبتتكلموا في شغل، فهي واحدة ست. فبكل هدوء كده احنا عشنا مع بعض عشرة طيبة 10 سنين، فيا ريت يا ريت ما تخبيش عني حاجة، ولو في حاجة قولي، لو انا مش مالية عينك او مش مكفياك او في حد جديد في حياتك قولي وانا هنسحب بهدوء. انا ما اقدرش اعيش مع حد خاين. واسمعي منه، والله لو الموضوع فعلا زي ما انت متوقعة في ست في الموضوع وقال لك انا اسف ونزوة ومش نزوة والكلام ده، شوفي نفسك هتقدري تكملي معاه بعد ما اكتشفت الموضوع وهو اعتذر وبتاع وكده، هتقدري تكملي معاه؟ كملي. مش قادرة تكملي يعني خدوا حتى هدنة وابعدي عنه شوية وشوفي نفسك. بس انا نفسي بنصحها وانا من جوايا انا كأسماء، الخيانة ما بتعديش. يعني هي لو فعلا بيخونها، ولو فعلا في ست في الموضوع، وانا مش هقول ست، انا هقول شيطان دخل ما بينهم،
فانا شايفة ان الخيانة ما بتعديش، زي خيانة الست ما بتعديش خيانة الراجل ما بتعديش. ليه بقى؟ لان انا ما ينفعش اثق في حد خني. يعني انا واثقة فيك 10 سنين، بعد كده هتخني، خلاص فالموضوع انتهى، مش هعرف اثق فيك تاني. مهما قلت ومهما حلفت مش هعرف اثق فيك تاني. فانا بالنسبة لي الموضوع كده منتهي. بس قلت لها تديه فرصة وتواجهه ونشوف. وده كان رأيي انا. قولوا لي بقى رأيكم انتوا ايه في قصتها وفي رأيي انا ايه. وكده يبقى خلصنا الروتين مع بعض. اتمنى بجد ان الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم. وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك واشتراك في القناة علشان دايما يبقى في تواصل ما بيننا وما بين بعض. مبسوطة باليوم يا بنات، ومبسوطة بالروتين والدردشة اللي دردشناها سوا. ويا رب كل واحدة بقى تقوم كده تشوف اللي وراها. شغلي الفيديو وشمري ايديكي وادخلي على المطبخ، خرجي الطاقة السلبية اللي جواكي وخلي المطبخ نظيف عشان البيت كله يكون نظيف ونفسيتك تكون مرتاحة. وما تنسيش كوباية الشاي بالنعناع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.